بسم الله توكلت على الله. معاكم نشوى من مطبخي. النهارده ان شاء الله باذن الله هنعمل الصينيه الروعه دي. بجد حكايه حكايه. ما تفكريش ان انتي تشتريها من بره تماما، اعمليها في البيت باقل تكلفه. كيكه السنيكرز حاجه كده يعني، مش عايزه اقول لكم بجد. يعني استمتعوا شوية بالمنظر ده. والله بجد بجد طريقتها ومقاديرها في كل بيت ان شاء الله باذن الله. بصوا الجمال، بصوا الكيك هشه ازاي، ما شاء الله. والصوص يجنن. اوعوا حذاري تشتروا الصوص الكراميل من بره تماما، يعني اوعوا تفكروا كده مجرد تفكير ان انتوا تشتروه من بره. مقاديرنا بسيطه قوي قوي. نروح بسرعه للمقادير وكله في الخلاط. عندي هنا لازم الخلاط يكون نظيف ما فيهوش ولا نقطه ميه خالص. عندي اول حاجه 3 بيضات. الكوبايه اللي هنعاير بيها كل حاجه هي دي كوبايه الشاي بتاعتك، تمام. مش هقولك المقدار، هي بكوبايه الشاي اللي انت بتشربي فيها شاي. 3 بيضات عليهم كوبايه سكر، عليهم كوبايه الا ربع زيت، عليهم كوبايه الا ربع اللبن، مش حليب. يعني الناس بتعترض على كلمه لبن يا جماعه، ليه هي اسمه؟ يعني مش عارفه، يعني حليب لبن هو الاتنين زي بعض. تمام. نزلنا ب 80 جرام فانيليا. 80 جرام ايه، 3 باكت فانيليا، عليهم معلقه كبيره خل. وبدات ان انا اضرب كله مع بعضه في الخلاط علشان لغايه ما يوصل للون الكريمي او يتماسك شويه، يبقى لونه فاتح كده شويه. اوكي. هننزل بالمقادير الجافه، والمقادير الجافه بتاعتي هنا سهله جدا. كوبايه ونص دقيق متعدد الاستخدامات. انا استعملت هنا دقيق الكب كيك دي روعه حلوه جدا. نزلت عليهم، ما عندكيش استغني عنه خالص، استخدمي اللي هو دقيق متعدد الاستخدامات، تمام. نزلت عليهم بباكت بيكنج باودر. هو اسمه بيكنج باودر ولا بيكنج باودر برضو حاجه يعني مجنناني بصراحه، بس هو اسمه بيكنج باودر. نزلنا عليهم بذره ملح وقلبنا، حطينا كل المكونات الجافه في الخلاط ونزلنا عليها بمعلقه نسكافيه كبيره اللي هو قهوه سريعه الذوبان. وبعد كده نزلنا بربع كوبايه كاكاو خام اسباني غير محلى، تمام. الكاكاو الاسباني ده انضف انواع الكاكاو. يبقى كوباية ونص دقيق عليهم باكت بيكنج باودر كبير. الباكت كله هنحطه عليهم ذرة ملح، عليهم معلقة كبيرة قهوة سريعة الذوبان، وربع كوباية كاكاو خام اسباني، تمام. مفيش اي حاجه صعبه. فضلنا ان احنا نضرب كل المكونات على بعض لغايه ما طلع القوام الرائع ده، فظيع ما شاء الله ما شاء الله يجنن. عندي بقى الصينيه البايركس بتاعتي. ما عندكيش صينيه بايركس ما تأزميش الدنيا، استعملي الالومنيا، مفيش اي مشكله، مفيش اي حاجه توقفنا خالص ولا اي حاجه تعطلنا. بطنتها كويس جدا بالسمنه وما بطنتهاش بالدقيق، لان البايركس النتيجه بتاعته في الكيك يا جماعه روعه. محدش يقولك ان هو هيفشل او هيتحرق، لا خالص خالص والله. بدأت ان انا نزلت بالخليط كله، طبعا مش بسيب ولا تنتوفة خالص. بنزل بكل الخليط. عندي الستيك بتاعي هنا، بدأت ان انا اعمل حركات دائرية كده عشان افتح المسام بتاعته، او ما اخليش اي فقاعات في اي فراغات في الكيك، او بدات ان انا اخبط تخبطتين كده واطلع الفقاعات بالستيك بتاعتي. ادي ما شاء الله الكيك في الفرن روعه. مشغلين الفرن طبعا قبلها بربع ساعه لدرجه حراره 200، وبعد كده على الوسط ساعه الا ربع على الفرن الكهربائي، تمام. بصوا ما شاء الله الكيك هشه لدرجه لا تتخيلوها يا جماعه. والله العظيم بجد هشه جدا. انا بضغط عليها، انا مش بضغط عليها عشان حاجه، انا عايزه اهبطها شويه علشان الصوص اللي انا لسه هحطه. يعني مش عارفه اعمل ايه، يعني مش حرام ان انا اشيل منها. بدات ان انا اشيل الطبقه اللي على الوش دي، بتبقى يعني تحسوها زفره شويه، بس الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله يا رب تفضل معايا الكيك كده طول العمر، مبيبقاش فيها ريحه زفاره تماما. هبدا ان انا اشيل الطبقه الاولانيه دي. هكتب لكم لو انا ما كنتش قلت او وصلت لكم المقادير كويس، هكتب المقادير في الكابشن ان شاء الله باذن الله. بصوا الكيك يجنن ازاي يا جماعه، هش جدا. يعني هو يتاكل كده لوحده من غير صوص خالص، يعني من غير السنيكرز اللي هيتحط عليه، يتاكل كده والله روعه. ما شاء الله ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله. بدانا ان احنا نشيل، سيبناه يبرد شويه، وعندنا كوبايه لبن حطينا عليها معلقه كبيره نسكويك. هو اوريدي فيه سكر، فاحنا مش هنحط سكر. بدات ان انا اجيب الهراسه ويا ربي تهبط شويه، عايزه اهبطها شويه عشان لسه هحط صوص على الوش. بدأت ان انا اوزع اللبن بتاعي بالنسكويك. ما عندكيش نسكويك، خدي معلقة كاكاو اسباني.
بصوا طبعا كالعادة لازم يقع مني على الرخامة، فيعني الحمد لله بدأت برضو بالهراسة لسه، يعني انا حطيت اللبن ومش راضي يهبط. هنروح بقى بسرعة على البوتاجاز للصوص الكراميل الجامد بتاعنا. عندي كوباية سكر هحطها على النار سخنة. يستحسن يكون وok، يعني حاجة غويطة، لأن احنا هنحط الخليط بتاعنا. تمام. ف يعني لسه هنحط المية فهيفور، فاحنا بس لتجنب أي مشاكل فلازم نستخدم وok غويط. بدأت ان انا اقلب ايدي مش هتتساب خالص من السكر. مش هسيب السكر تماما. كوباية سكر هبدأ ان انا اكرملها. بصوا انا عمالة اوطي واعلي درجة الحرارة يعني عشان ما يتحرقش. النجاح الكراميل بتاعك ان هو ما يتحرقش. اتحرق خلاص يعني حطيه على جنب. حرام طبعا نرمي الحاجة، بس خلاص مش هينفع نستخدمه لان هو هيبقى فيه مرارة، فهيبقى فشل مننا. ابدأي انتي قلبي 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 لغاية ما يدوب السكر. ما تخافيش هتقولي ده كتل، ده باظ، لا لا خالص. افضلي مستمرة لغاية ما يسيح كل السكر معاكي. ما شاء الله تحفة. انا بدأت اقلب ليه؟ لان احنا مش حاطين فيه مية. لو احنا حاطين فيه مية ما ينفعش نقلبه تماما. كوبايه الا ربع ميه على كوبايه السكر، وهبدا اقلب. هيبدا يكتل معاكي، ما تخافيش، استمري استمري استمري. تمام لغايه ما يدوب معايا. بصوا ما شاء الله ده ازاي، بسم الله ما شاء الله تحفه. بس عينك عليه. بدانا ان انا نزلت بمعلقتين كبار سمنه بلدي، سمنه بلدي او زبده نيوزيلندي. تمام. عندي هنا كوبايتين لبن، حطيت عليهم معلقتين نشا كبار ودوبتهم كويس، ونزلت باللبن على الصوص اللي انا بعمله ده. تمام. هو ده الكراميل. هو ده الكراميل. حذاري 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 تشتريه من بره. جربيه بجد بجد هتحلفي بجد بجماله. هتقولي لا 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 يا جماعه انا كنت غلطانه، وعمري ما افكر ان انا اشتري حاجه جاهزه تاني. كل حاجه اعمليها في بيتك هتطلع روعه. على الاقل انت ضامنه النظافه وضامنه الايد اللي بتعملها يعني. بدأت ان انا اقلب، اجيب المضرب بتاعي السيليكون. بدأت ان انا اقلب بوريكي درجة الحرارة. بس للأسف ان انا كنت عاملة البوتاجاز بتاعي على الشوي. بس الحمد لله يعني نجحت برضو، يعني الحمد لله الحمد لله عدت سليمة. ما كنتش المفروض ان انا اعملها على الطبخ، بس الحمد لله يعني اهي مشيت معايا الحمد لله. بصوا قوام بقى، القوام بتاع الصوص يجنن. للاسف التصوير الكاميرا ظلماه، بس هو اغمق من كده. روعه يا جماعه بجد بجد ما تشتروهوش. ده ينفع توبينج لاي حاجه، لاي كب كيك. كب كيك ايه، تشيز كيك. ينفع لاي حاجه، اي حاجه هتحطيها توبينج. هنا عندي كوبايه ونص، كوبايه ونص سوداني محمص. وبدات ان انا انزل غير مملح. بدات ان انا انزل بيه واقلب تقلبتين، ومش عايزه اقلب كتير او اسيبه على النار كتير عشان ما يستويش، يعني انا عايزاه كده يعني. تمام. عندي بقى الكيك هنا بعد ما بردت بالخليط وهو سخن، هنزل عليه بالصوص اللي جن. يا قلبي يا قلبي على جماله بجد. ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله، يجنن. والله بجد يجنن. ما شاء الله. هنزل طبعا ان انا معرفتش ان انا اشيل من الكيك لان حرام يعني، مش عايزه الكيك يجنن يا جماعه، فحرام ان انا كنت اشيل منه طبقه. بدات ان انا انزل بقى بالخليط ده كله على مش كله طبعا يعني، فاض شويه سبتهم هستعمله في وصفه تانية. فمش هيخسر، مفيش حاجه تخسر معاكي تماما. ابداي انزلي بقى بالخليط ووزعيه كويس. وواو، واو بجد عليها تجنن، والله تجنن. طبعا نزل من الاحرف، بس بدات الحمد لله ان انا يعني اظبطه عشان كان الكيك مرتفع عندي شويه. زينيه بقى باي حاجه يعني. عندي هنا اسمها ايه يعني، والله انا نسيت، جوز الهند. بدات ان انا ازين، بس مش عايزه تزينيها قدميها كده، هو نكتفي بكده بجد يا جماعه. روعه والله العظيم بجد هتحلفي بيها. حرام ان احنا نشتري قطعه كيك السنيكرز بره غاليه جدا، واحنا بمجرد ان احنا ممكن نعمل صينيه كامله في بيتنا يعني. فحرام يعني، حرام بصراحه. اعمليها في البيت واعملي كل حاجه في البيت. هتحسي بجد ان انت انجزتي، ومع نجاح الحاجه هتستمري، هتبقي عايزة تعملي وصفات تانية وتدخلي المطبخ أكتر يعني. يا لا 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 الموضوع كبير جدا جدا. واعذروني لو أنا بطول أو بتأخر عليكم في الفيديوهات. والله يا جماعة الموضوع شاق جدا جدا لأبعد الحدود. ما كنتش عارفة غير لما دخلت موضوع التصوير والمونتاج
الحاجات دي صعبة قوي، بتاخد وقت كتير جدا جدا، فاعذروا والله اي يوتيوبر يا جماعة، بجد الموضوع مشقة جدا. بصوا بقى، خلينا بقى سيبنا بقى من اليوتيوب والمشقة، شوفوا بقى الجمال ده وتمتعوا بالمنظر الفظيع ده. مش عايزة اقول لكم على طعمها، جوسي جدا جدا، هشة قوي يعني، طعمها بقى مش عايزة اقول لكم حكاية. طبعا والدايت الله يرحمه طبعا من زمان يعني، فيعني انا ما اقدرش اشوف الجمال ده وما اكلش منه بصراحة. الوصفة حلوة جدا، ابدأي بقى حطيها في التلاجة ساعتين وابدأي قطعيها، تمام؟ هتبقى معاكي تجنن. بصوا بقى القطعة بقى وانا بقطعها، حاجة يا جماعة بجد واو بجد. ان شاء الله باذن الله الفيديو يكون عجبكم، وتعملوا الوصفه وتدعوا لي وتطلعوها احسن مني كتير. واللهم احسن ما بين ايدينا جميعا يا رب، واللهم وسع في رزقنا جميعا، واللهم ارزقنا من حيث لا نحتسب ولا ندري. ان شاء الله باذن الله مفيش حاجه صعبه بالنسبه لك، كل حاجه رخيصه بالنسبه لك. جربي واعملي وان شاء الله تنجحي. ما تنسيش بقى تعملي لايك وشير وتفعلوا زر الجرس وتشتركوا في القناه، واهم حاجه تشتركوا في القناه. وباي باي.